جحا وابنه والحمار. في يوم من الأيام قرر جحا أن يذهب إلى السوق مع ابنه ليبيع بعض البضائع. أخذ جحا حماره ليكون وسيلة التنقل وحمل عليه الأغراض. كان الصباح جميلا والنسيم عليلا، فسارا معا في الطريق بينما الحمار يسير أمامهما دون أن يركبه أحد. مر بهما بعض الناس وقال أحدهم مستنكرا: انظروا إلى هذين الأحمقين، يسيران على أقدامهما والحمار يسير فارغا، أليس من الأفضل أن يركب أحدهما على الأقل؟ فكر جحا قليلا وقال: كلامهم منطقي. ركب جحا على الحمار وترك ابنه يمشي خلفه. بعد قليل مر عليهما مجموعة أخرى من الناس، وقال أحدهم: ما هذا الأب القاسي، يركب هو على الحمار ويترك ابنه الصغير يمشي، أليس من الأفضل أن يركب الطفل بدلا من أن يتعب قدميه؟ سمع جحا كلامهم فنزل عن الحمار وأركب ابنه مكانه. تابعا السير حتى مر على مجموعة ثالثة من الناس، فقال أحدهم: انظروا إلى هذا الابن العاق، يركب الحمار وهو صغير السن بينما يترك والده المسكين يمشي على قدميه، أين الاحترام للآباء؟ أخذ جحا يفكر ثم قال لابنه: ما رأيك أن نركب الحمار معا؟ هكذا لن يعترض علينا أحد. وافق الابن وركب الاثنان معا على ظهر الحمار. وبعد مسافة قصيرة قابلهما بعض الناس، فقال أحدهم بغضب: ما هذا الظلم؟ ألا ترون أنكم ترهقون الحمار المسكين بوزنكما معا؟ اتقوا الله في هذا الحيوان الضعيف. نزل جحا وابنه من الحمار، وقال جحا لابنه وهو يبتسم: يبدو أننا مهما فعلنا لن نرضي الناس. فقررا أن يحمل الاثنان الحمار على أكتافهما. ربطا الحمار بالحبال ورفعاه على كتفيهما وسارا به في الطريق. كان الناس ينظرون إليهما بدهشة كبيرة ويضحكون قائلين: انظروا إلى جحا وابنه، أصبحا يحملان الحمار بدلا من أن يركبوه، ما أغباهما. عندها وضع جحا الحمار على الأرض وقال لابنه: يا بني، تعلم من هذه الرحلة درسا مهما، إرضاء الناس غاية لا تدرك، افعل ما تراه مناسبا ولا تلقي بالا لما يقوله الآخرون. ضحك الابن وتعلم حكمة والده، ثم تابعا طريقهما إلى السوق، وقد أدركا أن آراء الناس لا تنتهي، وأنه ليس بالضرورة أن تكون كل نصيحة صحيحة. العبرة: مهما حاول الإنسان إرضاء الناس لن يستطيع إرضاء الجميع، لذا عليه أن يتبع الصواب وما يقتنع به دون الالتفات إلى كثرة الآراء. بالطبع. إليك قصة ممتعة أخرى من حكايات جحا. جحا والديك المسروق في أحد الأيام اشترى جحا ديكا جميلا وسمينا، كان ينوي أن يحتفظ به ليوقظه كل صباح بصياحه، لكن عندما وضعه في حظيرته فوجئ في اليوم التالي بأن الديك قد اختفى. ذهب جحا إلى جيرانه وقال لهم: يا أهل الحارة، ديكي قد سرق، وأنا أريد أن أستعيده وإلا سأفعل ما فعل أبي عندما سرق ديكو. تعجب الناس وسألوه: وماذا فعل أبوك يا جحا؟ أجابهم جحا بحزم: سأخبركم غدا إذا لم أجد ديكي. شعر أهل الحارة بالقلق، وعاد كل واحد منهم إلى بيته يتساءل: ماذا فعل والد جحا عندما سرق ديكو؟ في صباح اليوم التالي اجتمع أهل الحارة حول جحا وسألوه: هل وجدت ديكك يا جحا؟ أجابهم جحا: لا، لم أجده حتى الآن. فقالوا بفضول وخوف: إذن ماذا فعل والدك يا جحا عندما سرق ديكو؟ نظر إليهم جحا بجدية وقال: لقد اشترى ديكا غيره. انفجر أهل الحارة بالضحك وقالوا: ظننا أن والدك قد فعل أمرا عظيما. ضحك جحا وقال: وهل هناك أعظم من أن تعيش حياتك بسلام ولا تنشغل بما لا طائل منه؟ العبرة: لا تجعل الأمور الصغيرة تفسد عليك حياتك، وابحث عن حلول بسيطة بدلا من تعقيدها. إذا أردت المزيد من قصص جحا فأنا جاهز. جحا والقاضي والبغل. في أحد الأيام كان جحا يسير في الطريق يقود بغلا اشتراه حديثا، وبينما هو في طريقه إلى بيته استوقفه رجل غريب وقال له: يا جحا، هذا البغل يبدو أنه كان لي، وقد سرق مني منذ فترة. تعجب جحا وقال: كيف ذلك؟ لقد اشتريته للتو من السوق. قال الرجل بإصرار: أنا أعرفه، هذا بغل مسروق، وعليك أن تعيده لي وإلا سأذهب معك إلى القاضي. لم يجد جحا حلا سوى أن يذهب مع الرجل إلى القاضي ليحكم بينهما. عندما وصلا إلى المحكمة قال الرجل للقاضي: يا سيدي القاضي، هذا البغل كان ملكي، وقد سرق مني منذ مدة، والآن وجدته مع جحا. سأل القاضي جحا: ما قولك في هذا يا جحا؟ أجاب جحا بثقة: يا حضرة القاضي، البغل ليس له لسان ينطق ليخبرنا من صاحبه الحقيقي، ولكنني أملك دليلا قاطعا على أن هذا البغل لي. تعجب القاضي وقال: وما دليلك يا جحا؟ قال جحا: سأسأل البغل بنفسي،
فإن أجابني عرفنا الحقيقة. ضحك الرجل وقال ساخرا: هل ستتحدث مع البغل؟ هذا غير معقول. لكن جحا اقترب من البغل وهمس في أذنه ببعض الكلمات، ثم عاد إلى القاضي وقال: يا حضرة القاضي، البغل أخبرني أنه لي ولم يكن لهذا الرجل. انفجر الجميع بالضحك، فقال القاضي: يا جحا، هل جننت؟ كيف يتكلم البغل معك؟ أجاب جحا بهدوء: إن كان هذا الرجل يستطيع التعرف على بغله بمجرد النظر إليه، فأنا أستطيع التحدث معه أيضا، وإذا كان كلامي غير معقول فكلامه أيضا غير معقول. ضحك القاضي والحاضرون من ذكاء جحا وقال للرجل: ليس لديك دليل على ادعائك، والبغل يبقى مع جحا. خرج جحا من المحكمة وهو يقود البغل، وقال لنفسه: في بعض الأحيان عليك أن تفكر كما يفكر خصمك لتنتصر. العبرة: الذكاء وحسن التصرف يساعدان في حل المشكلات والتغلب على المواقف الصعبة بطريقة طريفة وغير متوقعة. إذا أردت قصة أخرى فأنا هنا. جحا والقاضي والبغل. في أحد الأيام كان جحا يسير في الطريق يقود بغلا اشتراه حديثا، وبينما هو في طريقه إلى بيته استوقفه رجل غريب وقال له: يا جحا، هذا البغل يبدو أنه كان لي، وقد سرق مني منذ فترة. تعجب جحا وقال: كيف ذلك؟ لقد اشتريته للتو من السوق. قال الرجل بإصرار: أنا أعرفه، هذا بغل مسروق، وعليك أن تعيده لي، وإلا سأذهب معك إلى القاضي. لم يجد جحا حلا سوى أن يذهب مع الرجل إلى القاضي ليحكم بينهما. عندما وصلا إلى المحكمة قال الرجل للقاضي: يا سيدي القاضي، هذا البغل كان ملكي، وقد سرق مني منذ مدة، والآن وجدته مع جحا. سأل القاضي جحا: ما قولك في هذا يا جحا؟ أجاب جحا بثقة: يا حضرة القاضي، البغل ليس له لسان ينطق ليخبرنا من صاحبه الحقيقي، ولكنني أملك دليلا قاطعا على أن هذا البغل لي. تعجب القاضي وقال: وما دليلك يا جحا؟ قال جحا: سأسأل البغل بنفسي، فإن أجابني عرفنا الحقيقة. ضحك الرجل وقال ساخرا: هل ستتحدث مع البغل؟ هذا غير معقول. لكن جحا اقترب من البغل وهمس في أذنه ببعض الكلمات، ثم عاد إلى القاضي وقال: يا حضرة القاضي، البغل أخبرني أنه لي ولم يكن لهذا الرجل. انفجر الجميع بالضحك، فقال القاضي: يا جحا، هل جننت؟ كيف يتكلم البغل معك؟ أجاب جحا بهدوء: إن كان هذا الرجل يستطيع التعرف على بغله بمجرد النظر إليه، فأنا أستطيع التحدث معه أيضا، وإذا كان كلامي غير معقول فكلامه أيضا غير معقول. ضحك القاضي والحاضرون من ذكاء جحا وقال للرجل: ليس لديك دليل على ادعائك، والبغل يبقى مع جحا. خرج جحا من المحكمة وهو يقود البغل، وقال لنفسه: في بعض الأحيان عليك أن تفكر كما يفكر خصمك لتنتصر. العبرة: الذكاء وحسن التصرف يساعدان في حل المشكلات والتغلب على المواقف الصعبة بطريقة طريفة وغير متوقعة. إذا أردت قصة أخرى فأنا هنا. جحا واللص. في ليلة من الليالي كان جحا نائما في بيته، وفجأة سمع صوتا غريبا يأتي من الحديقة. نهض جحا بحذر وذهب ليتفقد الأمر، فوجد لصا يحاول سرقة بعض الأغراض من الحديقة. وقف جحا خلف اللص بهدوء وقال له: ماذا تفعل هنا؟ تفاجأ اللص وتلعثم قائلا: أنا أنا ضيفك. رد جحا مبتسما: ضيفي؟ وفي هذا الوقت المتأخر من الليل؟ قال اللص محاولا التهرب: نعم، جئت أزورك ولم أجدك في الداخل، فقلت أنتظرك هنا. فكر جحا قليلا وقال: حسنا، بما أنك ضيفي فلا بد أن أكرمك. أمسك جحا باللص وأخذه إلى الداخل، ثم جلس معه في الغرفة وهو يقدم له بعض الطعام. جلس اللص في حيرة ودهشة، ولكنه كان سعيدا لأنه لم يقبض عليه. بعد قليل قال جحا: بما أنك ضيفي من واجبي أن أطمئن عليك. سأرافقك إلى الخارج حتى تعود إلى بيتك سالما. أمسك جحا باللص وأوصله حتى باب المنزل، ثم قال له بجدية: لا تعد مرة أخرى في هذا الوقت المتأخر، فأنا لا أستقبل الضيوف بعد منتصف الليل. فهم اللص أن جحا قد كشف أمره، فهرب مسرعا ولم يعد إلى تلك القرية أبدا. في اليوم التالي قص جحا القصة على أهل القرية وقال لهم: إذا أردت أن تتغلب على اللصوص عاملهم كضيوف، فهم لن يعودوا مرة أخرى. العبرة: التعامل بالحكمة والذكاء قد يحل المشكلات بطرق غير متوقعة. جحا والطعام الغالي. في أحد الأيام ذهب جحا إلى السوق ليشتري بعض الطعام، فوجد أن أسعار كل شيء قد ارتفعت بشكل مبالغ فيه. وقف عند بائع السمك وسأله: بكم السمكة الواحدة؟ أجابه البائع: ب5 دنانير. تعجب جحا وقال: هل تطير هذه السمكة أم تسبح فقط؟ ضحك البائع وقال: إنها سمكة عادية،
لكن الأسعار ارتفعت. فتركه جحا وذهب إلى بائع آخر يبيع التمر فسأله: بكم هذا التمر؟ قال البائع: ب4 دنانير للرطل. رد جحا مستنكرا: أهذا تمر أم ذهب مغلف؟ ضحك الناس حوله ولكنه لم يشتري شيئا. أخيرا مر جحا ببائع الخبز فسأله: بكم رغيف الخبز؟ قال البائع: ب1.5 دينار. فقال جحا ساخرا: هل خبز باللبن والعسل؟ غضب البائع وقال: إن لم يعجبك السعر فلا تشتري. نظر جحا إلى الحاضرين وقال: عجبا لأهل هذا الزمان، كل شيء غال حتى الهواء صار يباع بأثمان باهظة. لكنني سأتصرف. عاد جحا إلى بيته وقرر أن يعتمد على ما في بيته من طعام بسيط. وفي اليوم التالي مر على السوق وهو يحمل رغيفا قديما وبصلة في جيبه، وقال للحاضرين: من يريد أن يتناول عشاء فخما معي؟ خبز وبصل بلا أسعار مجنونة. ضحك الناس، ولكنهم أدركوا أن جحا يسخر من الأسعار المرتفعة، وصاروا يرددون كلامه في السوق. ومع الوقت بدأ التجار يشعرون بالخجل من جشعهم، وبدأوا يخفضون الأسعار تدريجيا. وفي النهاية قال جحا لأهل السوق: لو أن الجميع قاطع الغلاء لعاد كل شيء إلى ما كان عليه. العبرة في مواجهة الغلاء: الحكمة والتصرف الساخر قد يكون لهما تأثير كبير في تغيير الواقع. جحا والحمير العشرة. قرر جحا في أحد الأيام أن يذهب إلى السوق ليشتري 10 حمير، وبعد أن اشتراها ركب واحدا منها وبدأ يقود ال9 الآخرين أمامه في الطريق. وأثناء سيره أراد أن يتأكد من عدد الحمير فقال: دعني أعدها حتى أطمئن. بدأ يعد الحمير التي تسير أمامه: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. ثم هز رأسه وقال: يا إلهي، أين الحمار العاشر؟ نسي جحا أنه يركب الحمار العاشر، فنزل عن ظهره وبدأ يعدها مرة أخرى: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. فقال في نفسه: الحمار العاشر ضاع، كيف سأعود إلى البيت ب9 حمير فقط؟ ثم فكر قليلا وقال: ربما إذا ركبت أحدها سأجده. ركب جحا الحمار مرة أخرى وبدأ يعدها من جديد، ولكنه كان يعد الحمير التي أمامه وينسى الحمار الذي يركبه: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. ثم قال بقلق: يبدو أنني عندما أركب يختفي أحد الحمير، وعندما أنزل يظهر. أثناء ذلك مر به أحد أصدقائه وسأله جحا: هل يمكنك مساعدتي في عد الحمير؟ يبدو أنني كلما ركبت يختفي واحد منها. ضحك الرجل وقال: يا جحا، أنت تركب الحمار العاشر، كيف تنساه؟ فقال جحا وهو يضحك: أوه، كنت أعرف أن هناك حمارا مفقودا، لكنه كان أقرب إلي مما أتصور. العبرة: أحيانا نبحث عن الأشياء الضائعة بينما تكون أمام أعيننا، ولكننا لا ننتبه لها بسبب قلة التركيز. جحا وحكمته في توزيع اللحم: في أحد الأيام دعا جحا مجموعة من أصدقائه إلى وليمة في بيته، فقام بشراء خروف كبير ليذبحه ويطعم ضيوفه. لكن أثناء ذبح الخروف جاءه أحد الجيران وقال: يا جحا، أريد نصيبي من اللحم لأنني أعطيتك السكين لتذبح به الخروف. ابتسم جحا وقال: حسنا، لك نصيبك. وأعطاه قطعة صغيرة من اللحم. بعد قليل جاء الجزار الذي سلخه وقال: يا جحا، لقد سلخت لك الخروف بيدي وأريد نصيبي من اللحم. قال جحا: حسنا، لك نصيبك. وأعطاه قطعة صغيرة. ثم جاء الخباز الذي أحضر له الخبز وقال: يا جحا، لقد خبزت لك خبز الوليمة وأريد نصيبي من اللحم. قال جحا: لا بأس، خذ نصيبك. وأعطاه قطعة صغيرة. وبعد أن انتهى جحا من توزيع بعض اللحم على هؤلاء نظر إلى خروفه فلم يتبق منه سوى القليل. فقال جحا بصوت مرتفع ساخرا: يا أهل القرية، من يريد نصيبا من رائحة اللحم فليأتي ويأخذها، فقد وزعت اللحم كله. ضحك أهل القرية من تصرف جحا بينما تعلموا درسا طريفا: كثرة المطالب تذهب الحقوق. إذا أردت المزيد من حكايات جحا فأنا مستعد. جحا وحكمته في توزيع اللحم: في أحد الأيام دعا جحا مجموعة من أصدقائه إلى وليمة في بيته، فقام بشراء خروف كبير ليذبحه ويطعم ضيوفه. لكن أثناء ذبح الخروف جاءه أحد الجيران وقال: يا جحا، أريد نصيبي من اللحم لأنني أعطيتك السكين لتذبح به الخروف. ابتسم جحا وقال: حسنا، لك نصيبك. وأعطاه قطعة صغيرة من اللحم. بعد قليل جاء الجزار الذي سلخه وقال: يا جحا، لقد سلخت لك الخروف بيدي وأريد نصيبي من اللحم. قال جحا: حسنا، لك نصيبك.
وأعطاه قطعة صغيرة. ثم جاء الخباز الذي أحضر له الخبز وقال: يا جحا، لقد خبزت لك خبز الوليمة وأريد نصيبي من اللحم. قال جحا: لا بأس، خذ نصيبك. وأعطاه قطعة صغيرة. وبعد أن انتهى جحا من توزيع بعض اللحم على هؤلاء، نظر إلى خروفه فلم يتبق منه سوى القليل. فقال جحا بصوت مرتفع ساخرا: يا أهل القرية، من يريد نصيبا من رائحة اللحم فليأتي ويأخذها، فقد وزعت اللحم كله. ضحك أهل القرية من تصرف جحا بينما تعلموا درسا طريفا: كثرة المطالب تذهب الحقوق. إذا أردت المزيد من حكايات جحا فأنا مستعد. جحا والفلاح البخيل. في يوم من الأيام كان جحا مسافرا في طريقه إلى قرية بعيدة، وبعد تعب طويل شعر بالجوع والعطش، فقرر يدخل على فلاح كان عنده مزرعة كبيرة وطلب منه شوية أكل ومية. قال جحا للفلاح: السلام عليكم يا عم، أنا مسافر وتعبان، ممكن تديني لقمة آكلها ومية أشربها؟ رد الفلاح وهو معروف ببخله: آه طبعا، بس للأسف مفيش عندي أكل غير شوية عيش ناشف ومية مش باردة، لو ينفعك خدهم. ابتسم جحا وقال: ماشي يا عم، مفيش مشكلة، هات اللي موجود. دخل الفلاح جوه البيت وطلع له رغيف عيش ناشف قديم وقل مية. قعد جحا قدام البيت وبدأ ياكل ببطء، وبعد شوية قال للفلاح: يا عم، لو عندك شوية ملح يبقى كتر خيرك. الفلاح وهو متضايق: مالح؟ الملح غالي يا راجل، مش هينفع. ضحك جحا وقال: ولا يهمك، العيش والمية نعمة من عند ربنا. وبعد دقيقتين قال جحا للفلاح: طب لو عندك شوية زيتون هيخلي العيش أحلى. وماله الزيتون؟ الفلاح بص له وقال: زيتون؟ أنا مش فاتح مطعم يا جحا. ابتسم جحا وقال: ولا يهمك، المهم إن الواحد يشكر ربنا على اللي بيجيله. قعد جحا يكمل أكله وهو يقول بصوت عالي: الحمد لله على نعمة العيش الناشف، أحلى من اللحمة المشوية. الفلاح ضحك وقال لجحا: لا بقى، واضح إنك جايلك طمع في الأكل، أنا مش هاكل ضيف تاني بعدك. رد عليه جحا وهو يضحك: ولا يهمك يا عم، اللي عاوز ياكل من بخيل لازم يعرف يطبخ الكلام، أحسن من الطبخ نفسه. العبرة: البخيل دايما بيحاول يهرب من الكرم، لكن الذكي يعرف يضحك عليه بحكمته وذكائه. جحا والسائل عن عمره: في يوم من الأيام كان جحا جالسا في السوق وسط أصدقائه يتسامرون ويتحدثون. فجأة جاء رجل غريب، اقترب من جحا وسأله بفضول: يا جحا، كم عمرك؟ نظر له جحا متعجبا من السؤال الغريب وقال له بكل هدوء: عمري 40 سنة. مضت أيام قليلة وصادف نفس الرجل جحا مرة أخرى في السوق، فسأله مرة أخرى: يا جحا، كم عمرك الآن؟ فأجاب جحا بنفس الثقة والهدوء: عمري 40 سنة. تعجب الرجل وقال لجحا: كيف يكون عمرك 40 مرة أخرى؟ لقد سألتك قبل أيام وأجبت بنفس الرقم. ابتسم جحا وقال له ساخرا: يا رجل، أنا رجل صادق، لا أغير كلامي، العمر كلمة واحدة لا تتغير كل يوم. العبرة: جحا بطريقته الساخرة يعلمنا أن الصدق عنده ثابت حتى لو كان الأمر غير منطقي للآخرين. جحا والراجل اللي بيدور على حماره: في يوم من الأيام كان جحا ماشي في السوق، وفجأة لقى واحد واقف بين الناس وبيصرخ: حماري ضاع، يا جماعة الخير، حد شاف حماري؟ قرب جحا من الراجل وقال له: مالك يا عم، بتزعق ليه كده؟ رد الراجل وهو متعصب: حماري ضاع ومش لاقيه، ومش عارف أروح بيتي من غيره. بص له جحا وضحك وقال: خلاص يا سيدي، اعتبر إنك لقيته بس بشرط. اتعجب الراجل وقال: شرط إيه؟ قال جحا بهدوء: تديني نصه. الراجل استغرب وقال: نص الحمار؟ هو أنا لقيته أصلا عشان أديك نصه؟ رد جحا وهو مبتسم: طب ما أنت زعلان وبتصرخ كأنك هتموت، أنا بحاول أخفف عنك وأخليك ترضى بالنص بدل ما تفضل زعلان على كله. ضحك الناس اللي حوالين جحا وقالوا للراجل: خدها بهزار يا راجل، ده جحا. العبرة: جحا كان بيعرف إزاي يحول أي موقف صعب لموقف يضحك الناس ويخفف عنهم. جحا والضيوف الجائعين: في يوم من الأيام قرر جحا يستضيف مجموعة من أصدقائه في بيته. قام بتحضير العشاء، لكن بعد ما خلص من تحضير الطعام اكتشف إن أكله مش كفاية عشان يطعم كل الضيوف. جحا فكر وقال لنفسه: لازم أعمل حاجة عشان الضيوف ما يزعلوش، إزاي أنا أقدم لهم أكلة قليلة؟ فجأة جاته فكرة، فقال لأحد الضيوف: أنت يا عم خد الكرسي ده وابتسم، علشان الناس لما يشوفوك مبتسمين هيحسوا إن الأكل طعمه حلو. بدأ الضيوف يأكلوا، وجحا بيشاور عليهم ويقول لهم: كله كله تمام،
الأكل هيعجبكم، بس لازم تضحكوا شوية كمان. بعد شوية جحا قال لهم: أنا هروح أجيب لكم شوية أكل تاني، خليكم مبتسمين عشان الأكل يطلع ليه طعم أحلى. راح جحا وراح جاب شوية خبز وملح وقدمهم للضيوف وقال: ده بقى الطعام الخاص بالمائدة الملكية، أهو هتدوقوه مع ابتسامتكم. ضحك الضيوف وقالوا: يا جحا، أنت مش بس طباخ، أنت كمان ساحر. العبرة: جحا كان يعرف إن الابتسامة والتفاؤل في أصعب اللحظات ممكن تخلي الحياة أسهل وأحلى. جحا وراعي الغنم في يوم من الأيام، كان جحا ماشي في الطريق ولقى راعي غنم قاعد تحت شجرة والريح بتلعب في شعره والعصا بتاعته جنب منه. فقرر جحا يقعد معاه شوية علشان يرتاح. جلس جحا جنب الراعي وقال له: إزيك يا عم؟ عامل إيه؟ قال له الراعي: الحمد لله، ماشي حالنا، بس لحد دلوقتي مفيش حاجة مفرحة. جحا حس إن الراعي حزين، فقرر يخفف عنه وقال: إزاي يعني؟ ده أنت عندك غنم كتير وكل يوم بتشوف الحياة جميلة. قال الراعي: أنا عندي غنم صحيح، لكن مش كلها كويسة، فيهم منهم اللي بيضيع مني، وفيهم اللي بيشرد، وفيهم اللي بيقع في الحفر. جحا فكر شوية وقال: طب ما تحاول تزود عدد الغنم اللي عندك. قال الراعي: العدد مش هو المشكلة، المشكلة في إنهم مش بيحبوني زي ما أنا بحبهم. جحا ابتسم وقال: أنت مش لوحدك يا عم، كلنا كده، حتى الناس مش دايما تحبنا زي ما بنحبهم. ثم فكر جحا وقال: أنا عندي فكرة هتساعدك. قال الراعي: إيه هي الفكرة؟ قال جحا: كل يوم قبل ما تخرج الغنم للرعي قول لهم: يا غنم، اليوم هكون معاكم وبحافظ عليكم، ولو واقع واحد في حفرة هطلعكم منها. ضحك الراعي وقال: هل تعتقد إن الغنم هتفهم الكلام ده؟ جحا قال بجدية: أيوة، هما مش هيفهموا بالكلام، لكن هيفهموا بالتصرفات. لما تحافظ عليهم وتكون دايما جنبهم هيفهموا إنك بتحبهم. الراعي كان مش مقتنع، لكن جحا أقنعه إنه يجرب الفكرة. يومين بعد كده الراعي بدأ يلاحظ حاجة غريبة: الغنم بدأت تلتزم أكتر وما بقوش يضيعوا زي الأول. في اليوم التالت راح الراعي لجحا وقال له: أنت كان عندك حق، الغنم بدأت تتغير، شكرا ليك. جحا ابتسم وقال له: مفيش حاجة، بس خلي بالك، مش كل حاجة هتيجي على طول، الصبر والتعامل بالحب هما اللي هيوصلوك للنتيجة. الراعي قال: أنا هحاول أطبق ده مع الناس كمان، يمكن الناس اللي في حياتي يبقوا زي الغنم. ضحك جحا وقال له: ما تضمنش، الناس أوقات بيكونوا أصعب من الغنم. العبرة: جحا علمنا في القصة دي إن التعامل مع الناس أو حتى الحيوانات مش بس بالكلام، لكن بالتعامل الطيب والصبر، وإن أوقات الحلول البسيطة ممكن تغير كتير في حياة الإنسان. جحا واللص الحكيم في يوم من الأيام، كان جحا راجع من السوق بعد ما اشترى شوية خضار وأغراض للبيت. وهو ماشي في طريقه لقى واحد ماسك سكين وبيهدده بيها، وقال له: اديلي اللي معاك بسرعة وإلا هقتلك. جحا بص للرجال وقال له بهدوء: إيه ده يا راجل؟ أنت مش حاسس إنك بتدور على الشر؟ قال اللص بغضب: مفيش وقت للكلام، اديلي اللي معاك بسرعة. جحا فكر شوية وقال له: خلاص، هديك كل حاجة معايا، بس عندي طلب صغير. اللص اتفاجأ وقال: طلب؟ ده أنا مش جاي أسألك طلبات، أنا جاي أخد فلوسك وحاجاتك بسرعة. رد جحا وقال: يعني لو أخدت فلوسي والأغراض كلها هتكون راضي؟ قال اللص: أيوة، بسرعة عشان مش فاضلي وقت. جحا قال له: طيب، بس لو أخدت الحاجات دي كلها هتعيش بيها إزاي؟ كل حاجة عندي، لو أخدتها هتبقى زي اللي بيشيل ضياعه حرام. اللص اتوقف شوية وقال: إزاي يعني؟ جحا ابتسم وقال: يعني لو أخدت الفلوس والحاجات دي هتفضل فيهم لحد ما تيجي حاجة تانية تسرقها تاني، ويبقى كل شيء ضاع منك. اللص فكر شوية وقال: يعني إيه الحل؟ قال جحا: الحل إنك تسرق مني حاجة مش هتضيع، حاجة تفضل معاك طول عمرك. اللص اتفاجأ وقال: إيه هي الحاجة دي؟ رد جحا وقال: سرق مني حكمتي، وشوف لو استفدت منها هتعيش حياتك كلها أحسن من كده. اللص دهش وقال: يعني أنت بتقترح عليا إني أتعلم منك وآخد حكمتك؟ قال جحا: أيوة، لما تسرق الحكمة مش هتحتاج تسرق تاني، هتعيش حياة أفضل، ومتكونش زي الناس اللي بياخدوا حاجات لحد ما يضيعوا كل شيء. الراجل حس إنه بدأ يغير فكرة، فقرر يسيب جحا ويمشي، وقال له: مشكور يا جحا، والله فكرتني في حاجات كتير، هفكر في كلامك. العبرة: جحا في القصة دي علمنا إن الحكمة أغلى من المال، وأحيانا
الحلول البسيطة بتكون أكتر فاعلية من القوة أو السرقة. جحا والحمار المفقود في يوم من الأيام. كان جحا ماشي في السوق وهو راكب على حماره، وفجأة وقع الحمار ووقع جحا معاه. جحا قام بسرعة، وبعد ما شاف إن الحمار مش قادر يقوم قرر يتركه في مكانه ويروح يحاول يساعده بعدين. راح جحا على أقرب قهوة في السوق وقعد مع أصحابه وبدأ يتكلم عن الحمار. قال لهم: يا جماعة، الحمار بتاعي وقع، مش عارف أعمل معاه إيه، لو حد شافه يبقى كتر خيره. واحد من أصحابه قال له: يا جحا، الحمار ده ليه قيمة كبيرة، لازم تروح تجيب حد يساعدك. جحا قال وهو مبتسم: أنا مش قلقان، الحمار مش هيمشي لوحده، هو نايم دلوقتي عشان بيشبع من الراحة. أصحابه اتعجبوا وقالوا له: إزاي يعني؟ الحمار مش هيقوم لوحده. رد جحا وقال: أنا متأكد إنه لو قعد شوية هيقوم لوحده، هو بس محتاج وقت. بعد شوية جحا رجع للحمار لقى إن الحمار فعلا قام وبدأ يمشي لوحده. راح جحا وقال لأصحابه: شفتوا؟ أنا قلت لكم الحمار هيقوم لوحده. أصحابه اتعجبوا وقالوا له: يا جحا، أنت مش عاوز تعترف إنك كنت محظوظ، الحمار مش كان هيتحرك لوحده لو ما كانش عنده القوة. جحا ضحك وقال: الحظ مش لوحده، لكن الصبر والوقت في الآخر بيجيبوا النتيجة. لو كنت قعدت أزعق للحمار كان ممكن يضيع وقتنا. العبرة، الحكمة في الحياة إنك تكون صبور وتستنى الوقت المناسب لحل المشاكل، وأحيانا الحل البسيط بيكون هو اللي ينقذك. جحا وابنه والحمار. في يوم من الأيام قرر جحا أن يذهب إلى السوق مع ابنه ليبيع بعض البضائع. أخذ جحا حماره ليكون وسيلة التنقل وحمل عليه الأغراض. كان الصباح جميلا والنسيم عليلا، فسارا معا في الطريق بينما الحمار يسير أمامهما دون أن يركبه أحد. مر بهما بعض الناس وقال أحدهم مستنكرا: انظروا إلى هذين الأحمقين، يسيران على أقدامهما والحمار يسير فارغا، أليس من الأفضل أن يركب أحدهما على الأقل؟ فكر جحا قليلا وقال: كلامهم منطقي. ركب جحا على الحمار وترك ابنه يمشي خلفه. بعد قليل مر عليهما مجموعة أخرى من الناس، وقال أحدهم: ما هذا الأب القاسي، يركب هو على الحمار ويترك ابنه الصغير يمشي، أليس من الأفضل أن يركب الطفل بدلا من أن يتعب قدميه؟ سمع جحا كلامهم فنزل عن الحمار وأركب ابنه مكانه. تابعا السير حتى مر على مجموعة ثالثة من الناس، فقال أحدهم: انظروا إلى هذا الابن العاق، يركب الحمار وهو صغير السن بينما يترك والده المسكين يمشي على قدميه، أين الاحترام للآباء؟ أخذ جحا يفكر ثم قال لابنه: ما رأيك أن نركب الحمار معا؟ هكذا لن يعترض علينا أحد. وافق الابن وركب الاثنان معا على ظهر الحمار. وبعد مسافة قصيرة قابلهما بعض الناس فقال أحدهم بغضب: ما هذا الظلم؟ ألا ترون أنكم ترهقون الحمار المسكين بوزنكما معا؟ اتقوا الله في هذا الحيوان الضعيف. نزل جحا وابنه من الحمار، وقال جحا لابنه وهو يبتسم: يبدو أننا مهما فعلنا لن نرضي الناس. الخاتم، ختامه قصة تخاريف للضحك فقط. في يوم من الأيام قرر علي أن يروي لأصدقائه قصة غريبة، فجلسوا جميعا حوله وقال لهم: مرة كنت في غابة كبيرة وفجأة شفت فيلا صغير يركب دراجة هوائية، وبعدين لما سألته: كيف بتسوق الدراجة؟ قال لي: أنا اتعلمت من طائر كان يطير بالدراجة. ضحك الأصدقاء وقالوا: هل الفيل كان يركب الدراجة؟ أجاب علي: أيوة، وكنت كل ما أقترب منه الدراجة تكبر وتصغر كأنها سحاب. فجأة ركب الفيل الدراجة بسرعة لدرجة إن الشجرة اللي كانت قدامه بدأت تجري وراه. قال أحدهم: ما هذا؟ الشجرة تجري؟ قال علي مبتسما: طبعا، الشجرة اتعلمت الجري من النملة اللي كانت تلعب كرة القدم في الملعب. ضحك الجميع وقالوا: هذه تخاريف علي، ما في شجرة بتجري ولا نملة بتلعب كرة القدم. قال علي: أنا بقولكم الحقيقة، بس لو مش مصدقين تعالوا معايا الأسبوع الجاي، هنتلاقى مع الفيل والنملة في نفس المكان. ضحك الجميع حتى تساقطوا من الضحك، ولم يفهم أحد من أين جاءت هذه التخاريف. وزي ما أنتم شايفين إحصائيات القناة في تزايد. تعد الصين واحدة من أقدم الحضارات في العالم، وهي بلاد تتمتع بتاريخ طويل ومعقد، لكن القليل من الناس يعرفون أن الإسلام وصل إلى الصين في وقت مبكر جدا. في هذه القصة سوف نروي لكم رحلة الإسلام في الصين بدءا من بداياته وحتى وصوله إلى مكانته الحالية، وكيف تفاعل المسلمون مع الثقافة الصينية وعاشوا فيها. في القرن السابع الميلادي
وفي فترة كانت فيها الدولة الأموية قد وصلت إلى ذروتها في العالم الإسلامي، كان هناك تجار مسلمون يسافرون عبر طريق الحرير، وهو أحد أهم طرق التجارة التي تربط بين الشرق والغرب. هؤلاء التجار كانوا يحملون معهم ليس فقط البضائع، بل أيضا الرسائل الدينية والثقافية. وقد تزامن وصول هؤلاء التجار إلى الصين مع فترة حكم أسرة تانج، وهي واحدة من أقوى وأبرز الأسر الحاكمة في تاريخ الصين. وفي عام 651 ميلاديا وصل الإسلام إلى الصين عن طريق عدة تجار مسلمين من بلاد فارس وأماكن أخرى. وهكذا بدأ الإسلام يقتحم حدود الصين بهدوء، حيث وصل أولا إلى المناطق الساحلية في مدينة كانتون جوانغتشو حاليا. وقد استقبل أهل الصين الإسلام بحفاوة واهتمام، وكانوا يقدرون ما يحمله هذا الدين من قيم أخلاقية وإنسانية. في عصر أسرة تانج 618 ميلاديا 707 ميلادية أصبح الإسلام جزءا من الحياة اليومية في بعض مناطق الصين، خاصة في المناطق التي كانت تشهد حركة تجارية نشطة. في تلك الفترة كان حكام الصين يتبعون سياسة التسامح الديني، حيث سمحوا للمسلمين بممارسة دينهم بحرية ودون أي اضطهاد. كما أن العديد من المسلمين الذين وصلوا إلى الصين في تلك الفترة كانوا من التجار الذين كانوا يعملون في التجارة عبر طريق الحرير، وكانوا يتنقلون بين الصين والبلاد الإسلامية. وفي عام 755 ميلاديا، بعد أن أصبح عدد المسلمين في الصين يتزايد بشكل ملحوظ، تم بناء أول مسجد في الصين في مدينة كانتون على يد التجار المسلمين. هذا المسجد كان بمثابة مركز ديني وثقافي للجالية المسلمة في تلك المنطقة. مع بداية فترة حكم أسرة سونغ 960 إلى 1270، استمر الإسلام في الانتشار داخل الصين بشكل تدريجي. في هذه الفترة بدأ المسلمون في ممارسة حياتهم الدينية بشكل أوسع، حيث تم بناء المزيد من المساجد في العديد من المدن الصينية الكبرى مثل هانغ تشو وبكين. وكان المسلمون يساهمون في مختلف مجالات الحياة من خلال مشاركتهم في التجارة والطب والفلك والهندسة والعديد من العلوم الأخرى. وبالرغم من أن المسلمين في الصين كانوا يتعرضون لبعض الصعوبات بسبب اختلاف اللغة والثقافة، إلا أنهم كانوا يتمتعون بحرية ممارسة دينهم. وقد كان هناك اهتمام كبير من قبل الحكومة الصينية بتعزيز العلاقات التجارية والثقافية مع الدول الإسلامية، مما ساعد في نشر الإسلام بين أهل الصين. في القرن الثالث عشر الميلادي كانت الصين تحت حكم أسرة يوان 771 6868 ميلادي، التي أسسها المغول بقيادة قبلاي خان. وكان المغول قد أسلموا في وقت مبكر، وقد تأثروا كثيرا بالإسلام. في عهد أسرة يوان كان المسلمون يشغلون مناصب هامة في الجيش والإدارة الصينية، كما أن التجار المسلمين كانوا يسافرون عبر أراضي الصين ويؤسسون علاقات تجارية مع العديد من البلدان الإسلامية. لقد ساعدت هذه الفترة على انتشار الإسلام في الصين بشكل أكبر، حيث شُيدت العديد من المساجد، وأصبح هناك تزايد في عدد المسلمين، خاصة في المناطق الشمالية والغربية من الصين. مع مرور الزمن استمر الإسلام في العيش جنبا إلى جنب مع الأديان الأخرى في الصين مثل البوذية والطاوية. وفي القرن التاسع عشر، عندما بدأت الصين تواجه الكثير من التحديات من جراء الاحتلال الغربي والحروب الأهلية، كانت الجالية المسلمة تلعب دورا مهما في الحفاظ على استقرار المجتمع الصيني. ورغم ما تعرضت له من تحديات وصعوبات، إلا أن المسلمين في الصين تمكنوا من الحفاظ على هويتهم الدينية والثقافية. اليوم يقدر عدد المسلمين في الصين بحوالي 20 مليون نسمة، ويعيشون في مناطق مختلفة من الصين مثل شينجيانغ وكانسو ونينجشيا. يشكل المسلمون في الصين جزءا مهما من النسيج الاجتماعي والاقتصادي، وهم يمارسون شعائرهم الدينية بحرية رغم وجود بعض القيود على الممارسات الدينية في بعض المناطق. إن تاريخ الإسلام في الصين هو تاريخ طويل ومعقد، لكنه يظهر كيف استطاع هذا الدين أن ينمو ويزدهر في بيئة ثقافية وتاريخية مختلفة. وقد عاش المسلمون في الصين منذ القرون الأولى للإسلام، وتفاعلوا مع الثقافات الصينية، بل وتركوا بصمتهم الواضحة في العديد من المجالات العلمية والثقافية.
وبينما يواجه المسلمون في الصين بعض التحديات، إلا أن الإسلام لا يزال جزءا مهما من تاريخ هذه الأمة العظيمة. هذه القصة تقدم التاريخ الكامل والواسع للإسلام في الصين، مع تفاصيل تشرح بداية دخوله، انتشاره، وتأثيره في مختلف الحقب الزمنية.